من البحر الأحمر. وننتقل إلى محافظة بورسعيد، حيث هددت إدارة شركة بتروبيل بالمحافظة العاملين المؤقتين المضربين عن العمل بالفصل التعسفي إذا لم ينهوا اعتصامهم وإضرابهم عن العمل. من جانبهم هدد العمال بالإضراب العام عن الطعام في حالة تجاهل الشركة للمطلب الوحيد وهو التثبيت أسوة بزملائهم. وفي موضوع آخر، قالت مئات الأسر المشاركة في مشروع الوفاء بمنطقة شباب الخريجين التابعة لحي الضواحي ببورسعيد، قالت إنها أعدت مذكرة وصورا فوتوغرافية تشرح الوضع البيئي السيء في المنطقة لتقديمها إلى المحافظ لإيجاد حل سريع لهم. ومن بورسعيد معي الصحفي أحمد الجمال. أحمد، فيما يخص تطورات الاعتصام في شركة بتروبيل للنفط، ما هي آخر التطورات هناك؟ نعم سوزان، في تطور مفاجئ بالفعل. قامت إدارة شركة بتروبيل بورسعيد بتهديد جميع الموظفين والعاملين المعتصمين الذين يبلغ عددهم 261 موظف ومهندس وفني بالطرد من الشركة والفصل التعسفي إذا لم يتراجعوا عن اعتصامهم وحفظهم عن توليد الشركة، بعدما منعت إدارة الشركة توصيل التيار الكهربائي عن مكان اعتصام العمال المستمر لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بالتثبيت في الشركة. وقال العاملون أن إدارة الشركة قالت لهم أن هذه هي البداية وسيتم قطع المياه عن المسجد بداخل الشركة ثم تستدعي أفراد من الأمن لطردهم. وفي المقابل زاد إصرار العمال على المطالبة بحقهم وهو التثبيت أسوة بزملائهم في الشركات الأخرى التابعة لوزارة البترول. قال العمال أيضا وقال الموظفون المعتصمون أن بشركة بتروبيل وافق على ضمهم الشركة، وقال أن ضم العمالة المؤقتة للشركة يوفر عليهم مبالغ طائلة تصرفها الشركة في التعاقدات مع المقاولين من الباطن لاستجلاب عمالة. نعم. العاملة وعدها بإعداد تقرير فوري عن الأزمة بعد جلسة مندوبي مجلس إدارة الشركة. العمال أيضا وجهوا رسالة مباشرة إلى وزير البترول وإلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للنظر في حالتهم من الناحية حتى الإنسانية مع دخول عيد الفطر عليهم، وهم في هذه الحالة في ظل تعسف كامل من إدارة الشركة. نعم. أنتقل معك أحمد إلى الوضع البيئي الذي يشتكي أهالي منطقة شباب الخريجين في حي الضواحي منه. أليست المحافظة على علم بتلك المشكلة أصلا؟ بالفعل سوزان، المحافظة على علم كامل بهذه المشكلة التي تؤثر أهالي منطقة الضواحي على مستوى العموم بكل مناطقها، وأعدت أكثر من 500 أسرة مذكرة بكل المشروعات السكنية الموجودة هناك تشرح فيها الوضع البيئي السيء التي تحياه المنطقة بالكامل لتقديمها إلى محافظة بورسعيد لإيجاد حلا سريعا للأزمة التي وصفوها بالكارثة الصحية على أطفال المنطقة. أكد عدد كبير من أهالي المنطقة أثناء تظاهرهم أمام مكتب المحافظ ولقائهم معه أن مياه الصرف الصحي تغرق المنطقة بالكامل على مدار اليوم لدرجة إعاقة السكان عن الذهاب إلى عمله غالبية أيام الأسبوع. وهذه الأزمة مستمرة منذ بداية تسلم المساكن بها. المحافظ قرر أكثر من مرة وأصدر تعليمات أكثر من مرة للواء هادي المراكبي رئيس حي الضواحي بالتحرك والنزول من مكتبه، لدرجة أنه قرر مساء أمس خصم نصف راتبه الشهري. قرر محافظ بورسعيد نزول جميع رؤساء الأحياء من مكاتبهم والأمن في الأحياء يرصد هذه عمليات الغلق. لكنه خالف التعليمات وما زال أن أهالي حي الضواحي يشتكون إلى محافظة بورسعيد لنجدتهم وحل مشكلتهم. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. وفي محافظة دمياط اتفق مسؤول مصنع موفكو للأسمدة وأهالي قرية السنانية على إعادة تشغيل المصنع وتوفيق